إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبهنا وبسعادة. يا رب يجعل صباحكم النهارده أجمل صباح في الدنيا. بصوا بقى النهارده الروتين الطاقة الإيجابية كده، الحلويات يعني. بصوا لازم زين يكون معانا فيه. زين قاعد على المرجحة كده، دخلتها الحمام وقلت اقعد اخلص اللي ورايا. الشفاط ما كانش نضيف خالص، قلت بقى اخده انضفه. رشيت عليه سيترس وكمان صابون سائل وبدات ادعكه كويس جدا. كنت نقعاه في السيترس مثلا يعني نص ساعه كده وميه سخنه بقى بس يا ولد، فدعكته جامد كده ما شاء الله نضيف على طول. السيترس ده حلو جدا جدا بجد، جميل قوي. هو دلوقتي سعره غلا شويه بس هو نضيف، بينضف الحاجه ما شاء الله. خلالي بصوا الشفاط فله شمعه كده منوره. بنضف شويه وبمرجحتين شويه عشان اخلص اللي ورايا. هو قاعد جنبي دلوقتي على فكره وانا بسجل وبيسلم عليكم، بيقول لكم ازيكم يا خالتات ويا امارات. قول لهم ازيكم تعالى. هنا بقى فرح كانت برضو لسه تعبانه زي ما هي، جبت لها مضاد حيوي وادويه النهارده، بس بقى طبعا من المسكنات فايقه بقى معايا. قالت لي ماما تعالى نغسل يلا السجاد، قلت لها يلا بينا انا وانتي. هي بقى كانت واقفه بتساعدني بس يا ولد كانت واقفه بتساعدني. حطينا بقى شويه اريال على صابون سائل على كمان كلوريكس اللي هو الجل الالوان دون عشان لو في بقع في السجاد يطلع. وهي كانت ماسكه الفرشه وانا بقى عماله بدعك انا وهي كده بتساعدني يعني. بس انا اللي عملت طبعا، هي على خفيف كده انتوا عارفين مجهودها بيبقى ضعيف جدا اصلا ومناعتها ضعيفه جدا جدا. بصوا السجاد ما بياخدش وقت خالص بالمقشه بصراحه، سريعه وحلوه احسن من فرشه البلاط كتير كتير بجد يا جماعه. تغسلي يعني لو عندك 4 سجادات ولا 5 تغسليهم في ثواني، مش هتاخد معاكي وقت. بصوا بعد كده بقى بشطفهم، بعد ارش عليهم ميه كده كتير اللي هي في الجردل دي، ميه كتير بقى، تلقي ميه على قد ما تقدري لغايه لما لونها يبقى شفاف كده الميه اللي نازله منها ماشي. وهنخلص بقى كل اللي ورانا يعني، وهنشوف كمان هنعمل غدا ايه وهنظبط الدنيا. انت بتعمل ايه؟ جاب ورقه وعايز ياكلها زين. بصوا هنا بقى بشطفها هون السجاده بميه كتير زي ما قلت لكم. استنى اشيل الورقه منه عشان ما ياكلش منها حاجه. خدي يا كوكي خدي اللعب. هنا برضو السجاده برضو التانية لسه هغسلها انا كده. فاضل لي مشايه بس طويله اللي هي بتاعه الطرقه. انا غسلت كده يعتبر السجاد بتاع الشقه كله ما عدا اوضه الاطفال، بس سجاده اوضه الاطفال انا عاوزه اغيرها اصلا يعني. تمام. بصوا فرح بقى هنا عماله تلحف في الميه. دي بقى السجاده التانية دي بتاعه الانتريه، بس انا شلتها من الانتريه وحطيت الموف مكانها زي ما انتم متابعيني كده في الفيديوهات. هنا بقى جبت برضو الاريال نفس الخلطه بتاعتي. اهم حاجه الكولوريكس اللي هو الجل دون بتاع الالوان، بينضف لي السجاد بيخليه بيبرق حلو جدا بجد، جميل جدا جدا يا جماعه. هنا بقى فرح كانت بتشغل الميه وانا بمسحها كده بالمساحه، بشيلها علشان خاطر نبقى غسلناها وشطفناها في نفس ذات النفس. استنوا انا هتشل ولا ايه؟ لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تشرفيني في قناتي المتواضعه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعنا. اهم حاجه تفعلي الجرس عشان يوصلك اشعارات كل ما ينزل فيديو مني ان شاء الله. وتعليق حلو كده زيك بذكر الله عشان يكون صدقه جاريه لينا ما تنسيش. بصوا هنا بقى ده كنت بخلصها، وعايزه اقول لكم السجاده دي اتقطعت كده من ورا. التلاجة كنت حاطاها الاول فكانت فوقيها يعني جنبها التلاجة يا ربي، فالتلاجة كان بتسرب ميه كده عليها وانا مش واخده بالي لحد ما باشت كده التلاجة القديمه بتاعتي. المهم يعني هبقى احاول اصلحها ان شاء الله، لان انا بحبها جدا وبحب لونها، بحب الورود اللي فيها ما يعني بحسها موضتها حلوه. اما الزيتي دي عايزه اغيرها، لكن الحمرا دي في بيج بحب لونها بصراحه. نضفت وبقت فله. هنقعد برضو نشطفها بنفس الطريقه وفي الاخر نحط عليها معطر جميل قوي يظبط الدنيا. بس يا زوزو بس يا واد استنى هلعب معاك دلوقتي. فرح بقى كانت عماله تلعب برده في الميه. جبت بقى المعطر اللي احنا كنا عاملينه سوا، حطيت منه يعني يعتبر كده قيمه 3 معالق مثلا او 3 غطيان 3 برطمانات. وبعد كده بقى هرش منه على مع شويه ميه كده خففته، وبعد كده هرش بقى على السجاد يديله ريحه حلوه. بس كده خلاص. بعد كده بقى يلا بينا نخش على المطبخ نشوف ورانا ايه. بس يا ولد بس انت بتعمل ايه؟ خد اهي خد اهي. بعد كده بقى نعمل مع بعض دبابيس الفراخ دي يا جماعه، دبابيس مجمده اسمها الوطنيه. هي كويسه حلوه
الاربع دبابيس دول عاملين 85 جنيه. تمام. الاتنين مع بعض كانوا ب100 والله ما فاكره، بس هو الواحد ب85 على ما اتذكر يعني، مع حجمهم معقول. المهم غسلتهم حلو قوي بقى بالطحينه والدقيق والملح والليمون، وظبطتهم تظبيطه حلوه كده. وبعد كده جبت الفراخ بقى بتاعتي، وجبت بصل مبشور وبحطه فيها كده جواها وعليها، وبرش عليها شويه فلفل اسمر عشان نضيع اي زفره منها. بجد مية مية. وبعد كده بقى ايه، عندي حله بحط فيها حته سمنه صغيره او حته نقطه زيت كده يعني، او حته زبده براحتك، او ممكن ما تحطيش خالص براحتك خالص برضو. وبعد كده بقى ايه، بشوح الفراخ بقى. تمام. ده الفلفل الاسمر اهو، حطيت شويه صغيرين، وهشوح الفراخ مع بصلايه وبس كده، بصلايه متقطعه مكعبات، هيديني احلى شوربه وده هيبقى طعمه حلو. احنا النهارده هنعمل دبابيس فراخ مقرمشه يعني كريسبي كده زي كنتاكي، بس انا لازم اسوي الفراخ، ما اضمنش بصراحه انها ما تكونش مستويه عشان صحه الاولاد. الصحي اللي هو لازم تكون مستويه. هنا بقى بنزل بالبصلايه المكعبات، وبنزل بالفراخ بتاعتي وبشوحها تشويحه حلو. يلا خد العب. زين مش مرتاح. حد ياخده شويه يا جماعه، حد ياخده سلف اسبوع كده، اسبوع بس ويرجعه لي تاني. المهم هنا بعد ما خلصت بقى هضيف لها الميه. ايه يا كوكو، هتبص لماما. يلا هنا بوسه. عايز ياخد السماعات الواد ده لئيم. الواد ده لئيم. بعد بقى ما اشوحها تشويحه حلوه كده على النار، بضيف لها بقى شويه بهارات كده لذيذه عندي، شويه بهارات فراخ، شويه مرقه دجاج كده فوريه على خفيف، السبع بهارات. وكمان بحط يا جماعه الحبهان المطحون حبه صغيرين قوي كده عشان يدي ريحه حلوه للشوربه بتاعتي. والفلفل الاسمر بحط برده شويه بس ما تكتريش علشان الشوربه بتاعتك ما تغمقش يعني. المهم هنا بزود لها بقى الميه بتاعتي، وكده مية مية كده الفراخ هتستوي على طول. عايزه اقول لكم هي مجمده ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني ربع ساعه بتكون جاهزه وزي الفل. مفيش احسن من كده بقى بجد. بصوا بقى هنعمل الرز الريزو مع بعض اللي هو رز الكنتاكي دون. اساسي معايا طبعا بصلايه كده صغيره، شويه سمنه على زيت، ومعايا كمان صويا صوص اللي هي الغامقه او الفاتحه مش هتفرق، الاتنين كويسين. ومرقه الدجاج زي ما قلت لك الجميله بتاعتك، بتحطيها بتديلك طعم حلو قوي. بعد كده بقى بنحط الرز بتاعنا وبنحط عليه كركم. الرز ده بيبقى جميل قوي يا جماعه، ده زي بالظبط اللي بيتباع في كنتاكي، اسمه رز ريزو. ممكن كمان تضيفي معلقه من العسل الاسمر، وما تقلقيش خالص، بتدي بس طعم حلو قوي يا جماعه، طعم كويس ولذيذ كده للحاجه. زي بره يعني، لو مش عندك خلاص، لو عندك الصويا صوص حطيه بس، لو مش متوفر عندك حطي العسل الاسمر، هيظبط لك الدنيا خالص. بجد جميله، وصفه جميله. بصوا بقى هنا الكركم انا لسه شارياه، هاخد بقى معلقه كبيره من الكركم واضيفها واضيف الميه، وكده مية مية، واسيبه لغايه لما يستوي معايا. ده بقى شكل الشوربه بتاعتي جميله جدا. وادي الرز بتاعنا، بصوا اللون هيبقى حلو دلوقتي، هتشوفوا في الاخر لونه عامل ازاي. بجد جميله قوي. بعد ما الفراخ بتاعتي استوت بجيب شويه لبن، نص كوبايه من اللبن، وبجيب كمان شويه دقيق، يعني بخلي كده العجينه بتاعتي والبيضايه، بخلي العجينه بتاعتي كده عامله زي عجينه الكريب، عارفينها، مسيله كده، عشان خاطر اعمل بقى ايه القرمشه بتاعت الفراخ. الاربع دبابيس هما استووا بقوا زي الفل. طبعا ما سويتهمش سوا جامد اللي هو يتهرى، لا مسوياهم ايه اول سوا كده، وبقوم شايلاهم من الشوربه وبصفيهم. وبعد كده بقى معايا هنا دقيق على بقسماط على كركم على بابريكا، علشان خاطر نعمل الكفر الخارجي بتاع الفراخ. باخد الفراخ وبضيفها على البيض والدقيق واللبن، العجينه اللي احنا عملناها دي، وبعد كده باخدها تاني ارجعها على الدقيق. بعمل كده على طول يعني، بعمل كده في كل الدبابيس بتاعتي، في كل الكميه بتاعتي، عشان تاخد الشكل الحلو كده اللي هو المقرمش ده. بعد كده هضيفها في الزيت، يكون سخن ويكون ولا كتير ولا قليل، يعني متوسط، زيت متوسط مش غزير. وبولع النار وبحط بقى الدبابيس بتاعتي وبس كده. هتاكلي احلى فراخ مقرمشه بجد، هتعجبك جدا. انت كمان قومي تنشطي، اعملي اللي وراكي في البيت، شوفي ايه اللي وراكي، ما تكسليش وتفرهدي، لا قومي شوفي كل اللي وراكي. بصوا هنا بقى هحط الفراخ تاني برضو كده في البيض والدقيق، علشان تبقى كويسه كده وتقرمش. هكمل بنفس الطريقه بتاعتي، وهي هنا على النار. هي انا قلبتها، عايزه اقول لكم شكلها قمر جدا بجد، جميله جدا جدا، والقرمشه فيها تحفه. بعد ما خلصت بقى هبدا اظبط الاطباق بتاعتي، وهغرف كده لكل واحد طبق كده جميل، ياكل ويتبسط كده ويملى ايه، يملى التانك زي ما بيقولوا. المهم هنا بجيب بقى البوله بتاعتي، وانا بحب زي ما قلت لكم اقعد اعمل كده حركات في الاطباق، يعني بحب كده، والولاد بيحبوا كده جدا، الولاد الصغيره بالذات لما تزوق لهم الطبق كده هتلاقيهم بياكلوا على عكس ما تحطي الطبق كده بطريقه مفعكشه كده ومنعكشه،
لا التظبيط بتاع الطبق ده بيكون جميل بجد يا جماعه. جربوا كده زينا الاطباق لاولادكم، يعني حتى لو بتعمل لهم مثلا في العشاء بيض، قطعي البيض كده بشكل معين هيعجبهم قوي. في طاسات موجوده دلوقتي على شكل دباديب كده وحاجات جميله قوي. ان شاء الله هبقى اشتري، ان شاء الله هبقى انزل باذن الله تعالى اشتري الحاجات دي وافرجكم عليها برده. هنا بقى بعمل اطباق، بحط لكل واحد الدبابيس بتاعته. فرح العسل جايه تلعب هنا معايا، بحبها خالص وتعبانه يا جماعه والله. بدات تفوق النهارده سنه، ادعوا لها كده يا رب تخف على طول وتبقى شطوره كده وحلوه، عشان انا بصوا فرح دي روحي، فرح دي حبيبتي بجد بموت فيها، ربنا يحفظها يا رب. البنوته الوحيده بقى يا جماعه الدلوعه بتاعه البيت. هنا بقى خلاص بنغرف الحاجه بتاعتنا وكده مية مية بجد يا جماعه. شكل الاكل جميل وريحته تجنن. هنا انا حطيت في البوله الكبيره دي عشان ده الطبق الكبير بتاعي انا وابو سيف، لكن الاطباق الصغيره دي للاولاد. هجيب بقى طبقين من الشوربه برده نحطها جنبنا وكده خلاص مية مية. الاكل خلاص جاهز معايا، ناكل بقى ونتبسط كده زي ما بيقولوا. اكله هنيه تكفي 300. بصوا شكل الرز تحفه ولونه قمر ازاي، والفراخ كمان المقرمشه تجنن. ايه يا جماعه الكلام بيروح مني. الفراخ المقرمشه حلوه جدا جدا ولونها جميل، والشوربه حلوه قوي وريحتها وطعمها يجنن. ما شاء الله اكله جميله جدا. جربي تعمليها كده. زي ما قلت لكم الدبابيس ب85 وفي ناس تانية بتباعها ب80، فانت اختاري الانسب للميزانيه عندك كده وهاتي واعملي للاولاد وظبطيهم يعني. بصوا يا جماعه الاكل تحفه. المهم بعد كده بقى قلنا اعملوا لنا عايزين ناكل كنافه، فانا ما كانش عندي كنافه، كان عندي بسبوسه عملتها ودخلتها الفرن، ودلوقتي بقى ايه طلعتها هون وهحط لها الشربات. انا ولعت عليها، للاسف صورت المقطع بس المقطع ضاع، فانا بقى ايه اللي لحقته ان انا ايه وانا بحط عليها الشربات. البسبوسه يا جماعه انا بعملها بايه، بنص كيلو من دقيق البسبوسه او الدقيق اللي هو السميد دون. بجيبه من عند العطار سايب، وبكرمله كده. بكرمل الاول كوبايه من السكر، وبحط عليها نص كوبايه من الميه، وبعد كده بقى بكرملهم مع بعض، وبعد شويه بضيف عليها كوبايه من الحليب ونص كوبايه من السمنه، وبعمل بقى الشربات بتاعي يا جماعه. هنزل لكم الطريقه ان شاء الله في فيديو تاني. الشربات كوبايه ونص من الميه على كوبايه ونص من السكر، وبسيبه اول لما يغلي على طول بعمل عصره ليمون عليه كده، نص ليمونيه، وبقوم شايله. ان شاء الله هبقى اعملها معاكم باذن الله برده الطريقه كامله. اعذروني بس ان الفيديو راح والله، لان زين والولاد بيمسكوا تليفوني، وزين دلوقتي بيقعد يتفرج على التليفون معاهم، فبيقعدوا يفتحوا له حاجات ويمسحوا حاجات كده. المهم دي اطعم بسبوسه مرمله هتاكليها في حياتك، رائعه الجمال بجد، رائعه طعمها تحفه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات جايه الفتره اللي جايه كتير. وحشتوني جدا من اليومين اللي فاتوا، بس انا اليومين اللي فاتوا كانت فرح تعبانه وكنت ملبوخه معاها جدا جدا جدا. ان شاء الله هرجع تاني انزل معاكم. عايزه بقى تشجيعكم ليا وتعليقاتكم الحلوه، وكمان اللايك الحلو المتين ما تنسوهوش. تمام، واعملوا شير للفيديو عشان كل الناس تشوفه ان شاء الله تعالى. بصوا يا جماعه يا جمال يا جمال، اوعى يا سيدي يا سيدي على الجمال. بصوا القمر دي بسبوسه ولا بسبوسه لابوار، ايه الحلاوه دي. العبد لله. بسبوسه العبد لله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.